كارثه جديده وفاجعه جديده كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا ما نشوفوش خسائر على مستوى الارواح. الان الاخ ماهر، احنا الان كنتواجدوا في ما بين اقليمين، اقليم سيدي سليمان واقليم سيدي قاسم. يعني كارثه جديده وفاجعه جديده كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا ما نشوفوش خسائر على مستوى الارواح. احنا الان يعني كنتواجدوا في النفوذ الترابي ديال واد سبو، الواد الكبير، الواد المعروف على الصعيد الوطني اللي هو رافد من الروافد ديال المملكه المغربيه. سد الوحده اللي يوجد على اقليم تاونات. يعني سيتم اطلاق كميه يعني تعادل ثلثين ديال الكميه الاولى اللي كانت المره الاولى طلقت 250 طن، في الثانيه الى 500 في الثانيه، دابا تتحدثوا على 700 ولا 750 في الثانيه، لان يعني نسبه الملء يعني الان تتحدثوا على 90% على مستوى سد الوحده. فالمختصين واصحاب الاختصاص سيتم الافراج على واحد الكميه كبيره من المياه، وهذا سيشكل يعني واحد الكميه ديال الماء ضخمه على مستوى نهر سبو. فلذلك يجب على الساكنه المجاوره الى ضفاف نهر سبو توخي الحيطه والحذر والاستماع والانصات الى تعليمات المسؤولين ديال وزاره الداخليه.